الله الله الله، ايه يا رجالتنا المنشارات دي كلها؟ اهدوا يا رجال اهدوا. ميتين الكوره في السودان. يا ابو كده صلى على النبي، اهدى. اهدى، مش كده الموضوع، مش مستاهل، دي افريقيا وبنلعب سوا، اهدى بالراحه. ايه اللي مضايقك؟ فعرفني. نحن اللي اسسنا الاتحاد الافريقي يا اخي. يعني برضو ايه اللي مضايقك؟ انا عايز نحل سوا، فيعني اهدى، فكر وقول لي. نحن ومعنا اثيوبيا وجنوب افريقيا ومصر. الله يبارك حبيبي الله يبارك. ما مش موضوعنا مين اللي اسسه، انت ايه اللي متضايق من ايه؟ يا اتحاد الفساد السوداني لكرة القدم، نفس العناصر دي اللي بتبين في كاس العرب، بطولة سهلة جدا قدرت تلعب بها في افريقيا، ثالث اقوى بطولة بعد اليورو وكاس العالم، طوالي تجي امام افريقيا بجانبها كوبا امريكا، بطولة صعبة جدا. الله، برضو انتوا كمان عندكم ما عندناش كوره، اصل هي نفس الحاله، حول ولا قوه الا بالله. اذا ما عندك محترفين والله ما تنافس، ما عندك محترفين ما قادر تنافس. امس ما شفت نيجيريا بمحترفين يا رجل، كان باقي لهم شويه يتعادلوا. لا، اهدى عشان انا ابتديت اسرح، انا مش فاهم حاجه. اثنين فقط بيستاهل يلعبوا في المنتخب السوداني، محمد مصطفى اللي خلاك في صداره المجموعه المؤهله لكاس العالم، وابو جرين جا قد الشغل ودي عليكم مجهود سنتين ولا 3 سنين. برضو انتوا اللي عندكم اتنين محترفين، احنا عندنا اتنين وربع ما انا بقى احسن منك. عبد الرؤوف يعقوب افضل لاعب في المنتخب السوداني، ديل فقط بيستاهلوا يكونوا لاعبين مع المنتخب اساسيين، غير كده تاني الباقي كلهم وسخ في الدكه ما يستاهلوا يكونوا. لا الله يكون في العون بقى اخويا، انت متضايق دلوقتي فسيبك اجلك وقت تاني. يجين واحد راسه مربع يقول لي المنتخب السوداني ما عنده محترفين قاعدين يلعبوا في اوروبا، والله في، اقسم بالله في الدوريات الكبرى في. حبايب قلبي، اقسم بالله بعشقكم.